مين لسه بيعمل الأكلة ديّة؟ الأكلة ديّة كانوا أهالينا بيعملوها لنا زمان، زمان لمّا كان بييجي لنا شوية برد كانت أمنا تقول لنا هاعمل لكم طبق فول نابت أو هاعمل لكم شوربة نابت، شوربة النابت دي كان فيها سر سبحانك يا رب، ربنا كان حاطط فيها بركة كده زمان، يعني لو حد عنده برد وعمل طبق الفول النابت دوّة وعصر عليه ليمونة وخد أسبرينة خضرا كنا بنخف تاني يوم والله، والله سبحان الله دلوقتي الناس بتاخد مضاد حيوي وعلاج وحاجات قد كده وما بتخفش وفين وفين لمّا تخف، إحنا كان يومين بالضبط أو 3 أيام كنا ناخد طبق الفول النابت السخن الجميل، كنا ناخد الأسبرينة وكنا بنخف سبحانك يا رب، ربنا كان حاطط بركة فيها في الحاجات دي زمان، بس إحنا افتقدنا الحاجات دي، ما بقيناش نعملها وما عودناش عيالنا عليها. يا ريت نرجع نعوّد عيالنا على طبق الفول النابت أو شوربة الفول النابت، من الحاجات الجميلة المغذية جدًا، تعصري عليها ليمونة وتشربيها، تاني يوم هتلاقي نفسِك زي الفل. سبحان الله ربنا حاطط في الحاجات البسيطة دي سر وشفا، مش حاططها في الحاجات الغالية، يعني ولا اللحمة ولا الفراخ زي الفول النابت. الفول النابت كده فيه سر وفيه بركة جميلة، كانوا أهالينا بيعملوها لنا زمان، يا ريت نرجع نعمل الحاجات دي تاني لولادنا ونعوّدهم عليها.